السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم عمر الزيني من قناة ايزي ستور. احنا النهارده ان شاء الله هيعجبكم ازاي تغير صوتك للطفل او للبنت. تمام، ان شاء الله النهارده الشرح هيعجبكم، فهيبقى ايه متخش على كده بسرعة لايك وتكتب كومنت تحت كده عاش كبيرة أوي كده، تشترك في القناة وتشغل زر الجرس لو مش مشغله، عشان أنا أصلا كنت كاتب بوست في الكوميونتي هنا أهو هنزل عليه فيديو يوم الجمعة. فانتوا اخترتوا اللي هو الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو التاني اللي هو الجمعة الجاية هيبقى عبارة عن الخمس طرق تعلي بيها الاف بي اس في ببجي موبايل. تمام، فاشترك في القناة عشان لما اجي اكتب بوست في الكوميونتي يجيلك اشعار اللي انا كتبته، وعشان لما انزل اول الفيديو دوت تعرف ان يجيلك اشعار ان انا نزلت الفيديو. بس يلا بينا ندخل على الشغل. ويلا يا جماعه قبل ما نبتدي الشرح عايز اقول كده بس كام نقطه لازم تبقى فاهم ان البرنامج ده بيعمل حاجه اسمها مايك وهمي. يعني ايه مايك وهمي؟ هوريك. تروح هنا عند السماعات، تدوس كليك يمين وتدوس ساوند، تمام، وتختار ريكوردينج. تمام، هنا بصوا ده مايك وهمي، انا ما اعرفش ايه المايك ده، ما كانش عندي اصلا. ده بيعمل مايك وهمي، تمام. حتى تبصوا دلوقتي عشان بتكلم بيطلع منه الصوت، هنا طالع برضه صوت من البرنامج. المايك الوهمي ده انت لازم تبقى انت مفعل عليه اللي هو تعلم مثلا تختاره هنا كده. طبعا هي مقفول عشان هو المايك اللي دلوقتي معمول اساسي، لازم تعلم عليه عشان يبتدي اللي هو بيسمعك مثلا او حاجه يسمع صوت الطفل او يسمع صوت البنت. تمام، فدي لازم نقطه تبقى انت فاهمها. انا ما عنديش اصلا مايك، يعني بصوا لو قفلت البرنامج صوت المايك هيختفي، بصوا لان اصلا ده مايك وهم مش شغال. تمام، حتى بقى دلوقتي لو جيت تكلم حد مثلا من غير برنامج ولا حاجه ممكن تلاقي الصوت اصلا مش طالع، لازم تعمل بقى المايك الاصلي بتاعك. فدي نقطه. طبعا طب دلوقتي البرنامج ممكن تقابلك مشكله في ان انت مش عارف ايه الصوت المايك اللي داخله، ممكن يبقى عندك كذا مايك ولا حاجه فتلاقي خد من المايك اللي صوته وحش، فبتغيرها ازاي؟ تدوس من ديت كده ديفايس سيتنج، هنا تختار بقى. انا بص انا مختار المايك بتاعي الاصلي، المايك اللي انا مركبه هو ده المايك اللي هاخد منه الصوت عشان يبتدي يعدل من عليه، والصوت اللي هيسمع انا قايل له السماعات العاديه بتاعت السبيكر. بس فدي نقطتين كده مهمين لازم اقولهم قبل الشرح عشان تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني ده مايك وهمي هو البرنامج بيعمله لك، انت تبتدي تشغل بيه بس، وتبتدي بقى تعيش حياتك وتعمل مقلبك زي ما انت عايز. وعايز اقول لكم ان برضو ملحوظه، برضو لما جيت اسجل ببرنامج التسجيل اول مره كنت انا عامل المايك كده عادي، فكل مثلا ما باجي بشرح بقى البرنامج واقول لكم يلا ايه دلوقتي هشغل اهو، مثلا دلوقتي كده مش المفروض هشغل صوت الطفل، فكل ما اجي اشغله وبتكلم عادي انا سامع ان انا فعلا صوت طفل، بس لما جيت اراجع الفيديو لقيت مفيش صوت طفل اصلا. ليه بقى مفيش صوت طفل؟ عشان انا كنت عامل المايك العادي فما فيش صوت طفل، اضطريت اعيد الفيديو تاني واختار بقى ساعتها المايك العادي اللي هو دوت اللي هو كده، فساعتها اما اجي اعمل تاثير الطفل يشتغل معاك عادي. طبعا الحته الاخيره دي ما بيهمكش قوي ده، بس أنا بقول في برنامج تسجيل. شوف انا تعبت في الفيديو عملته مرتين، فاديني لايك بقى واكتب كومنت تحت عايش. يلا بقى خش على الفيديو واستمتعوا. ويلا بينا يا جماعه، ودلوقتي احنا جوه الكمبيوتر ويلا بينا نبتدي. المفروض اول حاجه تشوفوها اللي هو طريقه تسطيب البرنامج وطريقه تنزيله، بس هسيبهم في اخر الفيديو على اساس ان في ناس كتير هتبقى عارفه الطريقه ومش محتاجه اضيع وقت الناس. انا هخش على الشرح على طول واسيبها لكم في اخر الفيديو لو حد محتاجه يعرف ازاي. يلا بينا، هو ده البرنامج هنبتدي نفتحه. هو طبعا هو ده مفتوح. المهم انت كده دلوقتي فتحته، المفروض طبعا اول مره لو انت فتحه اول مره هيقول لك اعمل مثلا بورتفوليو جديد، فتبقى مش ندوس مثلا. Read the following aloud. What is the airspeed of a fully laden swallow? Level high. Reduce volume. تمام، دلوقتي احنا مخلصين. دلوقتي احنا المفروض هنختار الصوت اللي احنا عايزينه، بس معلومه دلوقتي الصوت سامعينه ايه؟ ده صوتي الطبيعي. عشان اشغل اتفعل الصوت اعلم على دي، ولو انا عايز اسمع الصوت في لحظتها ادوس على دي. تمام، بس طبيعي انت اكيد مش هتشغل ليسن دي وانت مثلا بتلعب جيم بلاي او بتلعب حاجه انت مش تسمع نفسك يعني، بس لو عايز تتاكد جوده الصوت. تمام، فيلا بينا نجرب كده. دلوقتي هنسمع صوت الطفل. أنا طفل طيب اسمي عمر عندي 9 سنين. ده كده كان صوت الطفل، انا ما سمعتوش، انتوا هتلاقوا نفسكم سمعتوا الصوت مره واحده اللي هو طالع من المايك. طب انا لو عايز اسمع الصوت هشغل دي. كده لا أنا المفروض سامع بس أنا كده طفل.
تمام. يلا بينا نخش مثلا على صوت البنت. دلوقتي انا كده صوت البنت، بنت كده، ايه ده صوت البنت. تمام. انا طبعا عشان مدوس لسه بسمع الصوت مرتين فبحس كده ايه بلغوش في الصوت. بس يعني هو ده يعتبر الصوت. تعمل شوية اعدادات كده على السريع. هنا الاعدادات دي يفضل ما تلعبش فيها، تسيبها زي ما هي. عايز تلعب فيها يبقى انت تجرب، بس لو خدت بالك مثلا لما تيجي تحول لبنت يعني في الستوش تسمعوني كويس. مثلا لو يفضل الاعداد دي ما تلعبش فيها. لو اخدت بالك مثلا هتلاقي هنا مثلا الشيفت 1.02، هنا مثلا الشيفت تلاقيه كده تمام. فانت بتفضل ما تلعبش فيها، بس انا شفت ان صوت الطفل بيتظبط على الاعدادات دي احسن، هي الاعدادات دي. فانت ممكن تقف دلوقتي الفيديو وتعمل نفس الاعدادات تمام. حتى انا في التيست اللي هو الاولاني انا عامل الاعداد بتاعتي كده. بصوا ده كده صوت الطفل. تعالى اسمع صوت الطفل. انا اسمي عمر، طفل صغير. فانت ممكن تقعد تجرب، بس يفضل ما تلعبش فيه، بس تقعد تجرب، ولو عايز تسيف براحتك تمام. هنا دي ممكن بقى تلعب فيها، دي ممكن تقعد تجرب فيها وتشوف ايه الصوت اللي احسن لك تمام. دي حاجه. هنا مثلا في افتر افكت، هنا في صوتات اللي هي بتعمل يعني مثلا تعالى ندي مثال الايكو ده اللي هو صدى الصوت. يعني مثلا لما اجي اتكلم اسمعه كده تلاقي صدى الصوت. انا وصلت. التكرار بتاعه كان عالي جدا، ممكن نظبطه. نظبطه ازاي بقى؟ نبتدي هنا بقى نظبط. طبعا هو كان على اعلى حاجه، ممكن نقلله شويه كده يعني. بتقعد السبيد بتاعه ممكن نخليه سلو. فانت بتبتدي بقى تظبط على الاعدادات. انت بتقعد تجرب يعني لو انت عايز تجرب حاجه من دول. فدي كلها افكتات بتقعد تجرب. هنا في مثلا لو انت دلوقتي بتتكلم مع واحد على سكايب، يعني دلوقتي بتتكلم مع واحد مثلا على سكايب او بتلعب على بابجي، او انت مثلا بتكلم واحد بتقول له انا في الشارع مثلا، حتى بص اسمع صوت العربيات. فدي بتشتغل في الباك جراوند، اصوات بتشتغل في الخلفيه. يعني بصوا تعالى بص عشان اسمعنا. سامعين صوت العربيات؟ سامعين صوت كلاكس؟ سمعت صوت الكلاكسات والحاجات دي، دي اصوات كده ايه بتقعد تغير فيها. هنا مثلا في صوت تاني ايه لو انت في مول مثلا، في هنا منبه، في اصوات كتير بقى. انت بصوا صوت المنبه طلع. طب افرض انت عايز تنزل اصوات تانية، يعني اصوات بنات تانية، فانت ممكن تدوس جيت مور فيديو فويس، هيبتدي يحمل معاك الموقع بتاعهم يعني، وبالمجان وبكل حاجه. سيبكم الفلوس اللي مكتوبه كده كده، انت مش هتستعمل ولا صوت من دول. تقولوا الصوت اللي هتنزله اللي هو دوت. في اسك ميليتر، فين الصوت اللي انا نزلته؟ في صوت منزل فيميل فويس. هتدوس تراي، هيبتدي يفتح معاك حجم 1 ميجا. اول ما ينزل هتعمل له انستول، هتدوس تك واحد هتلاقي الاصوات كلها ظهرت لك هنا، وتقعد تجرب في اصوات مختلفه عن البنت دي. طبعا هنا بيقول لي عايز تسيف الاعدادات اللي انت عملتها ولا لا. دوس نو هيرجعها طبيعيه. دوست يس يبقى الاصوات هتتسيب، فانت لازم تسيبها عشان تشتغل على طول. دلوقتي بعد ما نشوف طريقة التحميل، يلا بينا نشوف طريقة التسطيب بتاعت البرنامج. هينزل لك الكتاب ده وتدوس اكستراكت هير، وبعد كده هتفك لك الكتاب الفولدر ده. تفتح الفولدر وتدوس نيكس مفيهوش اي حاجة صعبة ماشي. وبعد ما تخلص تفتح الفولدر دوت وتدوس كوبي، تنزل لتحت وتروح لمكان البرنامج، تدوس عليه اوبن فايل لوكيشن وتدوس بيست. هيسألك على الاستبدال، قول له موافق. بس كده البرنامج بقى شغال معاك زي الفل. وبكده تكون ان شاء الله حلقتنا خلصت يا شباب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوناش بقى في اللايك والشير.